ايه رايكم بقى في صينيه البيتزا القمرايه دي؟ هنعمل صينيه بيتزا لا هتعجني ولا هتخمري ولا هتتعبي ولا هتعملي حاجه من الكلام ده خالص. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. بيتزا ال10 دقايق هتعمليها في 10 دقايق فعلا. وديكم شايفين شكلها هشه وجميله ومقرمشه في نفس الوقت ومورقه، وهتطلع معاكي تحفه تحفه. انا بصراحه بنتي طلبتها مني وانا ما كانش عندي استعداد ان انا اعمل معجنات خالص، فبصراحه جاتني الفكره دي وجربتها وعجبتني جدا جدا جدا، وبتمنى ان انتوا تجربوها وانا متاكده ان انتوا هتدمنوها زينا بالظبط. ويلا كده بقى ايه، نبدأ في الفيديو. نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه، ومكوناتنا بسيطة جدا، وهروق لك بقى الحاجات اللي عامله لك زيطة في التلاجة. يلا بقى نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. يلا انا هنا جايبه ايه، لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت مطلعاها قبلها بحوالي نص ساعة، وزي ما هي بنفس اللفة بتاعتها اللي جاية من المصنع هنقطعها كده زي ما انتوا شايفين شرايح. تمام كده، اظن العملية سهلة جدا. هتقطعيها شرايح بالظبط كده، يعني الطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس ايه، خلي الشرايح عريضة شوية عشان ايه ما تتقطعش معاكي ولا تتكسر، وما يهمكيش ولا هيتقطع ولا هيتكسر، كله هتستخدميه. ولو علبة الجلاش معاكي دي مقطعة ومكسرة استخدميها، مفيش اي مشاكل. وايه، نفلفلها كده من بعضها او نفكها من بعضها زي ما انتوا شايفين ايه، بنفس الطريقة اللي انا بعمل بيها كده. تمام كده. يلا بقى بعد ما قطعناها وفكناها من بعضيها، يلا نشوف الخطوة الجاية هنعمل ايه. اظن العملية سهلة وبسيطة جدا لغاية دلوقتي. يلا نشوف هنعمل ايه يا هالة. يلا نجيب صينية كده. انا جبت صينية مقاس 30 ودهنتها. انا عايزاكي تدهني الصينية كويس قوي، لان انت مش هتستخدمي سمنة ولا هتعملي رقات ولا الكلام ده خالص. بس تهني بداية الصينية، قعر الصينية تهني كويس قوي. وهناخد كمية القلاش كلها اللي عندك هتنزلي بيها في الصينية وكده، وان ايه، ونفكها من بعضيها كده. لو لقيتي ايه قطع متماسكه ببعضيها، لا فكيها. عشان ايه، انا عايزه القلاش بتاعك يطلع مورق معاك ويطلع زي الفل. اظن العمليه سهله جدا، مفيش اسهل من كده. انا بقولك في 10 دقايق وانتوا عارفين كلمتي، انا ما بقولش حاجه وخلاص الا لما بجربها الاول. اي وصفه يا جماعه بنزلها لكم لازم اجربها انا الاول قبل ما انزلها على القناه، لان دي امانه. تمام. يلا انا كده بايديا بحاول اساوي وما تضغطيش جامد. ليه؟ انا عايزه كده البيتزايه بتاعتك هشه ومورقه. تمام، تبقى بتتنفس. تمام. يلا انا بعد كده ايه، ما وضبطها بايدي كده ونظمناها. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. هنجيب كوبايه لبن، وعلى كوبايه اللبن كده هنزل ايه، هنجيب بضايه، والبضايه هنحط عليها شويه فلفل اسود. تمام كده. هنعمل ايه تاني بقى، هنيجي على كوبايه اللبن. انا قلت لكم مش هنستخدم سمنه كتير في الوصفه دي، بس الاول هنزل بمعلقه صغيره بيكنج باودر. ليه هلا البيكنج باودر؟ طيب عشان يخلي الفطيره بتاعتك او البيتزا بتاعتك هشه. تمام كده، ما تبقى ايه، بتتنفس مش مكتومه. وهناخد البضايه كده بشويه الفلفل كده ايه، ونربها وننزل على ايه، حبه اللبن بتاعتنا. تمام كده. بس انا كانت ايه الكوبايه مليانه، فكنت بنزل بشويه شويه ايه واقلبهم. اظن العمليه سهله جدا جدا. خلاص كده. هنيجي بقى ايه، الخليط اللي احنا عملناه كده هنجيب بقى بعد كده ايه الصينيه بتاعتنا، وهنزقيها كل الخليط اللي احنا عملناه. اظن يعني مفيش اسهل من كده. انا قلت لك في 10 دقايق. تمام. هتعمليها في اي وقت. انا دايما يا جماعه اجيب القلاش ده واخليه عندي في الديب فريزر في اي وقت، بالليل الصبح دخل عليك ضيف هتتصرفي تعملي منه حلو وحادق، المهم الحاجه تكون موجوده عندك في البيت. تمام كده. خلاص انا بعد ما زقيتها بقى السائل ده اللي انتوا شفتوه، اللبن بالبيض، هنبتدي بقى ايه، فاكرين الكاتشب يا جماعه؟ انا عملته معاكم قبل كده وهنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بصراحه عندي جاهز، ده بينفع معايا لجميع المعجنات. في اي وقت عندي في التلاجة كده بجيبه واستخدمه. بحط عليه، وبعد ما بستخدمه بحط عليه شويه زيت كده، واقفل العلبه بتاعتي واسيبه في باب التلاجة، ومنين ما بحتاج منه لاي معجنات بستخدمه على طول. تمام كده. يلا بقى ايه، نزلت معلقتين كاتشب كده على الوش، وكان عندي شويه جبنه. انا قلت لك هنضف لك التلاجة. انا وقفت كده قدام التلاجة واللي لقيته بقيت ارميه في البيتزايه. تمام. شويه جبنه كده عشان البيتزا تبقى معاكي رطبه كده. انا بحط شويه كده ايه جوه الخليط بمعنى اصح. ونزلت عليها بكام قطعه طماطم
وكان عندي فلفل اخضر قطعت كده، كان فلفلايه فلفلتين، وكان عندي فلفل احمر برضو حطيت منه كده. إيه الموجود عندك ارمي في البيتزايه هتقبل منك، مفيش اي مشاكل. بس يا ريت وانا شغاله كده ما تنسينيش باللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. وكان عندي حبة زيتون برضو. والله انا ما كنت عامله حسابي ان انا هعمل بيتزا، انا وقفت قدام تلاجتي كده واللي لقيته بقيت ارميه في البيتزايه بتاعتي، ونزلت عليها بحبة زيتون اخضر كده كان موجود عندي في التلاجة. طب قاعد ايه يا هلا؟ قاعد بقى انا بصيت كده لقيت عندي قطعة فراخ مشوية، قلت هي دي اللي هتنفعني في البيتزا. بايدي زي ما انتوا شايفين كده قطعتها. يا ست ما عندكيش قطعة فراخ، لو عندك حتة لحمة كده مسلوقة قطعيها وحطيها. ما عندكيش خالص عندك لانشون حطي. ما عندكيش لا لانشون ولا فراخ ولا ولا لحمة ما يهمكيش، اعمليها بالجبنة هتبقى زي الفل، بالخضار اي جبنة عندك حطيها مش هيحصل اي مشاكل، هتبقى حلوة وزي الفل من ايدك. بعد كده احنا كده انا خلصت، حطيت عليها بقى ايه شوية كده جبنة على الوش، وهكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. هحط الشبكة بتاعتي فوق الصاجة بتاعت الفرن. انا مش بستخدم الشواية على فكرة يا جماعة. البيتزا بدخل عشان الجبنه بتاعتك ما تنشفش منك، ووش البيتزا ما ينشفش، بشغلها على الفرن على درجه حراره 200. واول ما تحمر مني كده من تحت انا كده بالسكينه كده اشوف البيتزا بتاعتي حمرت من تحت، خلاص كده والجبنه بتاعتك هتسيح وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه ناشفه معاكي. انا كده سويتها من غير الشوايه على فكره. تمام كده، اديكم شايفين شكلها طلع تحفه تحفه تحفه. كانت يا جماعه جميله جدا، والبيكنج باودر خلاها عليت كده وبتتنفس مش مكتومه. تمام كده، بس هي كانت سخنه قوي بصراحه، انا ما كنتش عارفه امسكها خالص، وانا صممت اقطعها لكم وهي سخنه. وبصراحه بنتي ما كانتش متحمله، كانت عايزاني اصور بسرعه عشان عايزه تاكل، فانا كنت بمسكها وهي سخنه ما كنتش عارفه اتحكم فيها، وطلعت ما اقولكمش ريحه وطعم، شكلها تحفه تحفه. يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. واديكم شايفين البيتزايه طلعت تحفه وجميله، وكانت يا جماعه ما اقولكمش على طعمها، كانت طريه وفي نفس الوقت ايه مقرمشه كده من تحت ومورقه في نفس الوقت، كانت طالعه تحفه تحفه. ولا تعبنا ولا عملنا رقات ولا قعدنا نتهن ولا اي حاجه خالص، واستخدمنا اقل نسبه من الدهون. جميله جدا وصحيه وحلوه، بقول لكمش على طعامتها، كانت تحفه تحفه بامانه. كانها ما كملتش حاجه، كانت جميله. ما كنتش مصدقه يا جماعه ان بيتزا القلاش تطلع معايا بالجمال ده. بصراحة بتمنى ان انتوا تجربوها، وانا متأكدة هتطلع معاكم احلى مني بكتير. وهقول لكم ايه بالهنا والشفا، ومنتظرة رأيكم في التعليقات. ويلا بقى قومي اعمليها دلوقتي وفرحي ولادك، وغدا سهل وصحي، ومنتظرة رأيكم في التعليقات.